كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب طلبت من المغرب تسليم مواطن عربي حامل للجنسية الإسرائيلية متهم بتفجير منشأة وزارة الصحة المتواجدة بمدينة الناصرة سنة 2021. وقالت جريدة إنت نيوز العبرية أن المواطن المدعو نسيم خليدات البالغ من العمر 21 عاما قد تم اعتقاله بالعاصمة المغربية الرباط شهر يناير الماضي، وذلك بعدما فر من إسرائيل في مارس 2022. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم موقعة بين إسرائيل والمغرب، فقد أصدر قاض مغربي قراراً بترحيله، لكن وزارة العدل المغربية لم توقع حتى الآن على تنفيذ هذا القرار. وأضافت نفس المصادر أن طلب التسليم الرسمي الذي تقدمت به وزارة العدل الإسرائيلية تطرق للقضية بشكل تفصيلي، حيث جاء فيه أن خليدات المنتمي لساكنة منطقة بسمة طابون فجر عبوة ناسفة داخل مبنى خارجي تابع لوزارة الصحة في الناصرة رفقة شقيقها وقريب آخر ذلك بتاريخ 8 نوفمبر من عام 2021، مشير إلى أن المتهم مكن من مغادرة البلاد، فيما تم القبض على لامشة بها فيهما الآخرين وهما الآن قيد المحاكمة لإسرائيل. للإشارة فإن طلب إسرائيل من المغرب تسليمه المعتقل المذكر يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية إبراهيم التي تدعو للسلام بين اليهود وباقي الدول العربية.